اي كلام عن رحيل زيزو عن نادي الزمالك مرفوض. طبعا ظهر الفتره الاخيره كلام كتير جدا ان في احتماليه ان زيزو ممكن يمشي من نادي الزمالك عشان يجيب شويه فلوس زي ما حصل قبل كده في الموسم اللي فات او بدايه الموسم اللي فات. لو الناس فاكره في شهر 1 تقريبا كانت نفس الكلام اتقال، زيزو هيمشي، وكان فعلا جاي له عرض على فكره زيزو، وده كلام معروف للجميع، كان ب 7 مليون دولار او 8 مليون دولار، لكن زيزو رفض زي ما رفض قبل كده عرض شخصي ليه هو، راتب شخصي اكتر من 2 مليون دولار، يعني اضعاف اللي بياخده في الزمالك. تخيلوا 2 مليون دولار في الموسم من فريق قطري، ورفض زيزو العرض. فزيزو بيشتري نادي الزمالك وبيحب جمهور نادي الزمالك، وهو قال ده قبل كده، ولو كان عايز يمشي كان مشي قبل كده ايام مرتضى. لو الناس فاكره كان مرتضى كان جاي له عرض كبير جدا في زيزو، وحتى كابتن حسين نبيب كان جاي له برده عرض لزيزو، وهو برده زيزو رفض العرض ده. ايه بقى اللي حصل في الوقت الحالي انا ما اعرفش. هل ده مثلا يعني لما يطلع مذيع زي ميمو عبد الهادي اللي هو صديق مقرب لاحمد سليمان اللي هو موجود في مجلس اداره نادي الزمالك، يبقى ده ايه يا جماعه؟ يبقى ده وبعد كده تتعاملوا معاه تاني؟ هل الخبر ده صحيح ولا لا؟ اكيد زيزو جاي له عرض، اكيد يا جماعه زيزو جاي له عروض. جوزيه جوميز وكيله، او هو قال بالظبط، قال كده جاي لي عرض من السعوديه، قال كده. تخيلوا رسمي وكيل جوزيه جوميز او هو شخصيا جوزيه جوميز قال جالي عرض، مش هتكلم فيه دلوقتي، فجاله عرض. عايز اسال سؤال، هو مفيش عروض بتيجي الا للزمالك فقط؟ يعني كولر اللي واخد 50 بطوله مع الاهلي ماشي ما جالوش اي عروض؟ سبحان الله، والله عشان عارفين كسب البطولات دي ازاي. ما انا عايز افهم بس يا جماعه، يعني دلوقتي جوزيه جوميز كل اي مدرب بيجي الزمالك بيجي له عروض، دي حاجه غريبه. يعني مدرب خد الكونفدراليه بس جاله 50 عرض من السعوديه، دي حاجه غريبه. وكولر اللي واخد الدوري ودوري الابطال واخد الكاس واخد 50 بطوله ما يجيلوش عروض، دي حاجه غريبه جدا. لكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، وده موضوع فيديو النهارده وده الاهم. رحيل زيزو، في ناس بتقول ايه؟ نمشي زيزو نجيب ايه 3 4 لعيبه. طبعا ده كلام في المشمش. ليه كلام مش هيحصل؟ انت مشيت مصطفى محمد قبل كده صح؟ باكتر من 5 مليون دولار. حضرتك ممكن تقول لي عملت ب 5 مليون دولار؟ قعدت بن شرقي حتى؟ لا. ولا جددت بن شرقي؟ طب جبت لعيب مكانه؟ لا. ده حاجه. بن شرقي ماشي، والناس هتقول لك طالب راتب كبير وهنجيب مكانه لعيب. مين اللعيب اللي انت جبته مكان بن شرقي؟ نضاي؟ هل نضاي ما يجيش 8 من 10% من بن شرقي؟ ما يجيش اي شيء. لو بن شرقي مكسح هيلعب احسن من نضاي، عشان ورغم ان نضاي بياخد مليون دولار في السنه، مش تعرفوا. بس طبعا زي بقى لعيبه كتيره، بقى لعيبه كتير انت بعتها. امام عاشور بعته ب 3.5 مليون دولار، جبت مين ب 3.5 مليون دولار؟ انا بتكلم على العموم، في الادارات على العموم، مش بتكلم على اداره الزمالك دلوقتي لان هي ما باعتش ولا لعيب من اللعيبه دي. الاداره السابقه هي اللي باعت كل اللعيبه دي ماشي. طب انت عملت ايه بقى؟ جبت مين مكان اللعيبه دي؟ ساسي لما عوضته، لما بعته عوضته بمين؟ مين اللعيب اللي جه قلت ده افضل من ساسي؟ مين؟ حتى امام عاشور في الفتره اللي هو كان ساعتها ما كانش افضل من ساسي. ساسي اعلى بكتير ككواليتي لعيب، ساسي اعلى بكتير من امام عاشور في العموم. طبعا دلوقتي ساسي اكيد مستواه قل، لكن في العموم هل انت عوضت اي لعيب انت مشيته؟ مفيش لاعب مشي من عندك عوضته. ده الونش اللي هو مصاب مش عارف نعوضه لغايه دلوقتي. مسوسي بيلعب لوحده وجنبه لعيبه بيلعبوا ماتش او 20، لا تخيلوا لاعب مصاب مش عارف تعوضه. ده بقى بيحصل كتير. فرحيل زيزو تقول لي هتعوضه بمين؟ هو واحد هيجي يقول لي هنجيب 3 ما اعرفش مين، 3 4 لعيبه اللي هيجوا مكانه ماشي، بس مش ده الموضوع. اولا زيزو فاضله اقل من سنه يا جماعه في عقده، مش سنه، اقل من سنه في عقده ماشي. يعني هتبيعه ب 4 مليون دولار 3 مليون دولار، خلاص فاضل سنه. اي فريق في الدنيا يقول لك انا هدفع عليه اصلا، استنى سنه واجيبه صح؟ ده اي منطق في الدنيا. 30/6 اللي جاي زيزو عقده ينتهي مع نادي الزمالك، يعني اقل من سنه، حوالي 10 شهور او 9 شهور وعقده ينتهي. تخيل. فالناس بس اللي بتقعد تتكلم يا جماعه مش هجيب المبلغ اللي في دماغك نهائي. وبيبقى في حاجه جامده قوي، في ناس كتير رفعوا قضايا على الزمالك، باتشيكو اتشيمبونج، لما يشوفوا ان جالك فلوس من بيع لعيب هينطوا لك. لو مثلا وافق على التقسيط هيقول لك لا انا عايز بقى فلوسي كامله، فانت هنا هتجذب العيون حواليك، فكل الناس اللي عايزه منك فلوس هتطلبها فوري، فهيضطر القيد يقف لحد ما تسدد الفلوس. هتجذب العين عليك. مجرد ما جبت البيعه لعيب حتى لو بعته بمليون دولار، العين كلها هتقول لك انت جالك فلوس هات الفلوس. الاداره بقى السابقه ايا كان انت للاسف مديون للعيبه دي. طب واحد يقول لي ايه الحل؟ اولا تجديد عقد زيزو، ده اولا. ثانيا اطلع بيان رسمي من اداره الزمالك في الوقت الحالي ان مفيش نيه خالص لبيع زيزو، عشان بس تبقى الناس عارفه ويكذبوا اي خبر. المتحدث الرسمي من نادي الزمالك بيتكلم كل يوم، فلو ما طلعش يتكلم في دي بقى في مشكله بقى، انتوا ناويين على حاجه. وكمان في كلام كبير جدا، الزمالك بيتعامل مع وكلاء. بصراحه صفقه موتيابا وزياد كمال واكتر من لعيب دي صفقات مشبوهه، بقول لك بامانه. وزياد كمال ليا فيديو هنا قلت انه راجل بيجيد في اللو بلوك والميديوم بلوك، قلت كده بالظبط. لعيب هايل في ده. ساعتها ما كنتش اعرف طريقه لعب جوزيه جوميز 100% هيلعب ازاي. طريقه لعبه مختلفه 180 درجه عن زياد كمال، ولازم يمشي من نادي الزمالك زياد كمال بالذات بال100,000 دولار اللي دفعناهم اونطه. كنا ممكن نجيب بيهم لعيبه، كنا ممكن نسوي بيهم باتشيكو مثلا، نديهم لباتشيكو ونخلص من الزن اللي عمال يعمله باتشيكو مثلا، او مساعدين فيريرا. انت في ظل كل ده رايح بقى تعمل فريق نسائي وتجيب لعيبه اجانب، وراح تجيب مش عارف مدربين، وراح تجيب لعيبه في الطايره واليد والبتاع والبنات، تصرف ملايين. كل دي فلوس. طب الفلوس دي اولى بقى لعيبه نادي الزمالك. الكوره هي الاساس يا جماعه في نادي الزمالك.
حضرتك انت تعرف بتتابع اي ماتشات لاي لعبه ثانيه؟ مفيش جمهور في مصر بيتابع اي حاجه غير لو في ماتش كوره شغال، ماتش يد، هتتابع ايه حضرتك؟ تابع الكوره. لو نهائي الطايره وماتش للزمالك، الزمالك بيلعب فاركو، او واحد اهلاوي الاهلي بيلعب فريق بيلعب البلديه ماشي، بيلعب نهائي الطايره، اتفرج عليه. الاهلاويه كلهم يتفرجوا على الكوره، والزملكاويه يتفرجوا على الكوره، ده شيء بديهي. الكوره هي الاساس في مصر والاساس في العالم كله. في الاغلب الكوره اللعبه الاكثر شعبيه في العالم هي الكوره، واكتر لعبه بتجيب فلوس هي الكوره. ما تخليش حد يضحك عليك ويفهمك ان الالعاب التانيه ما بتجيبش حاجه. يعني تفهمني ان الطايره بنات هتجيب فلوس مثلا؟ مستحيل. فاتمنى ان البيان حتى الاخر اللي ينزل من نادي الزمالك صالحوا الجمهور، قول للجمهور ان احنا معناش دلوقتي فلوس وهنجيب مثلا صفقه واحده بس وهنجدد لزيزو. انا بقول لك هطلع ادعم القرار، خلاص احنا عارفين ان اللي فات دفعت غرامات كتير، هقف معاك، هبقى عارف خلاص. لكن انت تطلع ما بتقولش اي حاجه، ما بتقولش ان في ازمات ماديه، ما بتقولش اي شيء، الدنيا تمام زي الفل بتاع، وتسريب اخبار هنجيب مش عارف مين من فاركو، هنجيب مين من نص ملعب مش عارف في طلائع الجيش. كل اللعيبه دي لا تصلح لنادي الزمالك. اللعيبه اللي طلعت اساميها دي لعيبه دكه ثالثه، يعني مش دكه حتى، دكه ثالثه مش دكه ثانيه حتى. كل الكلام اللي بيطلع على اللعيبه دي كل ده شغل سمسره ووكلاء هم المستفيدين في الاخر. يودي اللعيبه الحلوه للاهلي صراحه، وبيراميدز وهيرمي لك انت اللعيبه الكسر على قد فلوسك زي ما بيقول لك. اطلع صارح الجمهور يا جماعه انا معايا فلوس تجيب صفقه واحده بس، هنشوف مثلا مهاجم او وينج ليفت كويس نجيبه، ومثلا شهر واحد هجيب صفقات ثانيه وهجدد لزيزو واجدد للعيبه، واللعيبه موجوده. وبعدين احنا كسبنا الاهلي باللعيبه بالفول تيم لما بيلعبوا وبنركز بنكسب، وكسبنا الكونفدراليه من غير عبد الله ومن غير ناصر، من غير اكتر من لاعب كانوا هيفرقوا مع نادي الزمالك. خد بالك اللعيبه دي موجوده السنه الجايه من اول السيزون، واكيد يبقى في فول تراي هارد لو وفرت فلوس للعيبه. فلو مفيش فلوس خالص خلاص اطلع صارح الجمهور يا جماعه استحملوا معانا واحده واحده وبتاع. انا ساعتها مش هطلع اقول لك حاجه، بس جدد لزيزو دي اولويه. هتمشي زيزو هتجيب مين الثلاث اربع فرد اللي هيجوا يا جماعه؟ تقول لي مصطفى فتحي. زيزو اعلى بكتير من مصطفى يا جماعه. مصطفى ما عندوش استمراريه، دي المشكله. مصطفى مثلا السيزون يجيب 5 تجوان، السيزون اللي بعده 10، السيزون اللي بعده ما يجيبش خالص. ده كده مفيش استمراريه، مفيش بالانس بين المواسم. عكس زيزو كل موسم هو هداف نادي الزمالك ومن افضل اللعيبه داخل قاره افريقيا كل موسم، اذا كان على صناعه الفرص وعلى الاهداف والاسيستات. لاعب كل الفرق الافريقيه بتشيد بيه، كل الفرق. شفت المغاربه كلهم بيتكلموا ان خروج زيزو ماتش منتخب مصر هو اللي اثر بالسلب على منتخب مصر، هو اللي خسر منتخب مصر لاسباب كتيره هجوميه ودفاعيه. فاوعى تفكر زيزو لعيب جامد قوي 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 قوي، وهتحس زي ما الناس كانت بتتكلم على بن شرقي يا جماعه. اقسم بالله كانت في ناس بتنتقد ساسي، انا اعرف ناس والمصحف كانت بتنتقد ساسي، كانت بتقول ساسي ما بيعملش حاجه. مش هديك شفت نص الملعب بن شرقي نفس الحل، يقول لك لعيب بن شرقي مزاجي، ده من الهدافين التاريخيين الاجانب في نادي الزمالك، وعلى العلم ان كان في مشاكل وازمات ماديه ومدربين بيتغيروا ومرتضى وكل ده، ومع ذلك الراجل كان بيتالق مع نادي الزمالك. كانت في ناس بتقول كده يا جماعه بص ايديكم هتعرفوا قيمه كواليتي اللعيبه لما يمشوا. دي نصيحه نجوم نادي الزمالك. ندعم زيزو، وزيزو برضه اتمنى انه حتى يقعد مع الاداره ويقول لهم نجدد ويلا بينا الكلام ده، وان شاء الله باذن الله زيزو يجدد مع نادي الزمالك ويفضل موجود. ده مشروع انت بتبني، ده زي ما بيقولوا كده الاساس بتاع نادي الزمالك اللي بتبني عليه، هو وناصر وعبد الله وفي بعض وفتوح، في لعيبه هتبني عليها وتدعم كمان بلعيبه. كل فتره انتقالات تحط 2 لعيبه سوبر او لعيب سوبر مثلا، ده يفرق معاك. لكن تمشي زيزو او حتى مجرد الكلام عن رحيل زيزو ما هو الا خيانه نادي الزمالك بعد خيانه عدم لعب ماتش الاهلي اللي باع عليه مليون علامه استفهام.